حادث مفجع يهز الشارع الكويتي. الفاشينيستا أو المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي تتسبب في وفاة مواطنين وأصابت آخرين في حادث سيارة أثناء قيادتها بشكل متهور، حيث تخطت إشارة حمراء مما أدى إلى حادث مروع. وانتشرت ادعاءات عن أنها كانت تقود السيارة في حالة من دون وعي تحت تأثير الكحول، وبذلك تواجه 10 تهم، ومنها قيادة السيارة في حالة غير طبيعية، والقتل الخطأ، وتجاوز السرعة المقررة. وانتشرت مطالبات بأخذ حق الضحايا وتطبيق أقصى عقوبة. ومن جانب آخر، نشر أحد الحسابات أنه كان هناك شباب يلاحقونها آنذاك، ولكن ظهر حساب شخص آخر يقول أنه ينتحل شخصيته ويستخدم صورته وأنه حساب وهمي. أما عن السلطات، فقد أعلنت وزارة الداخلية في بيان عن حبس المتهمة 10 أيام احتياطياً على ذمة التحقيق، وأحالتها للسجن المركزي تمهيداً لإحالتها إلى المحكمة المختصة. وبحسب القانون الكويتي، فإن عقوبة القتل الخطأ يعاقب من قتل نفسا بالخطأ أو تسبب بالقتل من غير قصد بالسجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد عن 225 دينار كويتي، أو بإحدى هاتين العقوبتين. ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الفاشينيستا تتمتع بشهرة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب ما تقدمه في مجال الموضة والأزياء والتجميل.